تلك البشائر في مدى الأكوان جاءت لنا بالصدق والبرهان، وعلى طريق خير يجمعنا نور الهدى برسائل القرآن. فيها الخيال يسامر التفكير، وجمالها يزدان في التصوير. فيض المعاني ساقها التفسير، قد أشرقت بالنور للإنسان. برسائل القرآن للموعود أسمى الأماني غاية المقصود، وعليه من تبيانها المعهود ضيف السعادة في مدى الأزمان. ضيف السعادة في مدى الأزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتنا، يقول سبحانه في محكم التنزيل: فاصفح الصفح الجميل. هذه دستور الأخلاق، هذه الكلمة دستور الأخلاق، ومن أخذ بها وعمل بها يسر الله أمره وحسن خلقه وأنهى عليه كل مشاكل تمر به في الحياة. هي أصلا هي التغافل، لكن سلوك القرآن أعظم من مسألة التغابي والتغافل. فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل أن تعرض عن الخطأ وتعرض عن الزلات ولا تدقق ولا تبحث، وأينا يفعل ذلك، لكن هذا مستوى أهل الإيمان الذين ارتقوا بإيمانهم إلى مراتب عليا. فالله يقول لعباده ويقول لعبده وأمته: فاصفح الصفح الجميل. يعني واجهك في الحياة كلمات تنقل لك: اصفح الصفح الجميل. تجد مشكلة ونقص أو تقصير من أحد أو من صاحب أو من أهلك، فاصفح الصفح الجميل، وهي أن تعرض متغافلا كأنك ما تدري. وهذه صفة العظماء. يقول أن التغافل فن لا يجيده إلا العظماء، وهذا يسمى التغابي. حتى يقول أبو تمام: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. الإمام أحمد قيل له: سمعنا يا أبا عبد الله إن التغافل 19 الخلق. قال: الخلق كله، التغافل الخلق كله، ما هو ب9 يقول كله. لأنك إذا قمت بهذه التجربة في مسألة التغافل والصفح الجميل، هي ترى عملية شاقة، ما كل إنسان يستطيعها، ونحن نقصر فيها كثيرا. إنك ما تبحث عن كل زلة وكل خطأ، وتحاسب كل إنسان وترد على كل كلمة، وتبحث من الذي وراء المشكلة، ومن الذي قال هذه الكلمة، ومن أين أتت هذه، وتشك دائما وتسيء الظن ودائما تنظر بمنظر الريبة. يقول المتنبي: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يقول إن المريض اللي في فمه مرض، حتى إذا أعطيته الماء العذب الزلال يجد في الماء شيء، يجد فيه عيب، وهو العيب من فمه. العيب من فمه هو. حتى يقول هو: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونهم، وصدق ما اعتادوا من توهمي. تشوف الغشاش الآن ترى يحسب الناس يغشون لأنه هو غشاش، وتجد الكذاب نعوذ بالله يحسب الناس يكذبون. قال: كل الناس يكذبون لأنه كذاب، أعاذ الله وإياكم من ذلك. بينما تجد المتصالح المتسامح يمشي الأمور ويرضى، ويقول سبحانه وتعالى: خذ العفو. يعني ما عفا وما جادت به أخلاق الناس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا الصفح الجميل يريح الأعصاب، يريح القلب، لكن يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى دربة، ويحتاج إلى التحمل وإلى تغافل. وما رأيت صفة عند العظماء الذين مروا في التاريخ مثل صفة التغافل، ولذلك نجحوا. حتى تجد بعضهم يقود أمة، يقود شعبا، وعنده من التغافل وعدم سوء الظن والتدقيق والتنقير. هذا ما أراح قلبه وأراح أعصابه وحفظ وقته وحفظ عمره. ألا إني خاطب نفسي أولا والمشاهد الكريم والمشاهدة بالصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل. بل أبشركم بأن وراء الصفح عفو، ولذلك سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لأن قد تصفح لكن ما تعفو، لكن لو قلت لمن أخطأ عفى الله عنك وغفر لك وسامحك كان أعظم وأعظم. وهذه منازل أهل الإيمان. ليس أمامنا في الحياة يعني حل لنا، ليس معنا حل لمشكلاتنا وما يواجهنا من أزمات مثل الصفح الجميل. لأن إذا صفحنا وحلمنا
الله يعاملنا بالمثل سبحانه وتعالى، يصفح عنا ويحلم عنا، وتكون العواقب جميلة وجليلة، وإلا ما نقص، يعني ما سلم أحد من نقص وما نجا أحد من عيب إلا المعصومون من الأنبياء عليهم السلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تلك البشائر في مدى الأكوان جاءت لنا بالصدق والبرهان، وعلى طريق خير يجمعنا نور الهدى برسائل القرآن. فيها الخيال يسامر التفكير، وجمالها يزدان في التصوير. فيض المعاني ساقها التفسير، قد أشرقت بالنور للإنسان. برسائل القرآن للموعود أسمى الأماني غاية المقصود، وعليه من تبيانها المعهود ضيف السعادة في مدى الأزمان.